عن الإمامين الباقرين عليهما السلام: إن لسورة القدر لسانا وشفتين. تسولف وياك بالليل من تقراها، هي تسولف وياك لسانا لسان شو تسوي بيه؟ تحكي بيه. ولو علم الله فيهم خيرا، فيومية تقراها تزداد معرفة بيها. هي فعل صاحب الزمان. هو ليلة القدر عليه من تنزل السنة بيها ليلة قدر، لو ما بيها ليلة قدر بيها ليلة قدر. ابناء العامة يقولون ماكو ليلة قدر، راحت ويا النبي. انت مؤمن بالنبي، مؤمن بالإمام، عليه من تنزل ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها. عليه من؟ على ما. إذن قدرك وهذا بليلة القدر. إيش قد ما تعرف النجار تعرف فعله وقوله وتقريره. صحيح ولا؟ قال: إن لسورة القدر لسانا وشفتين. شوف هذا الخبر أبو مريم. قال: ولقد نفخ الله فيها من روحه كما نفخ في آدم. يعني أنت من تقرأ سورة القدر بها روح مثل روح آدم. آدم يشبيه كل الأسماء، لكن يا أسماء التي تنزل على محمد وآل محمد. هل يقولون نحن أسماء الله؟ شبيك بعد؟ شو اسوي لك؟ أشد قلبك وترسي؟ شو اسوي لك بعد؟ اقرأ، اعمل. قال: وإنها لفي البيت المعمور يطوف بها كل يوم 1000 ملك يعظمونها حتى يمسون، من الصبح للمساء، يشغلها بالليل نور. وإنها لفي قوائم العرش وهي الشمس، ويطوف بها عند كل قائمة 100,000 ملك. شي يسوون 100,000 ملك من تقراها؟ شي يسوون؟ شي يسوون؟ يعلمونها إلى يوم القيامة. إذن كل ما تقرأ سورة القدر هو الملائكة يعلمونك. تنزل الملائكة. إيش تعرف؟ تعرف الفعل، تعرف النجارة، عرفت النجار. تعرف القرآن، عرفت القارئ. عرفت الآذان، عرفت المؤذن. هذا خوش يأذن، هذا مو خوش يأذن. ليش؟ عرفت الآذان. هذا خوش يقرأ، هذا مو خوش يقرأ. ليش؟ لأن عرفت القراءة. هذا إمام، هذا مو إمام، هاي قول الإمام، هذا مو قول الإمام. ليش؟ لأن عرفت الإمام. يا لي علمك. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. قال له: مولاي أريد وياكم الإمام الجواد. قال له: أكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر تكون ويانا، ورطب شفتيك بالاستغفار. أنا علمك. أنا إذا ما علمك شلون إمامك؟ النجار إذا ما يعلمك نجار يا لي علمك. القارئ القرآن إذا ما يعلمك قرآن يا لي علمك. إذا ما يعلمك الإمام معرفة. المعرفة مو ما حد يعطيها إلا الله، إلا الله. لا يعرفك إلا الله. وأنا تريد معرفة؟ اقرأ سورة القدر. شو يسوي لك بعد؟ قال: ويطوف بها عند قائمة العرش. العرش مقام العلم. 100,000 يعلمونها إلى يوم القيامة. من مات إلى الموت، من مات ولم يعرف أنا مخلي لك 70,000 ملك يعلمونك. تنزل الملائكة والروح فيها. تدري شنو يقول؟ من قرأ سورة القدر 11 مرة قبل النوم شي يصير؟ يقول يمتلئ من قرار الهواء إلى حجب النور 1000 ملك في 1000 لسان يسبحون الله في 1000 لغة ويقدسونه، ويكون ثواب تسبيحه وتقديسه إلى الصباح، ويجي بجسدك يصير تعليم له متعلم. طبعا تجي برنامج بالأيام، بالخميس إلى شغل، بالاثنين إلى شغل، يجينا بالدروس العملية الجاية. وإنها لفي خزائن الرحمة. الله أكبر. النبي من صعد يقول: غسلت بماء الرحمة وشربت من ماء الكوثر. فأنت تقرأ القدر بها خزائن الرحمة. آخر سورة بالرابعة بالركعة الثامنة شنو؟ تقرأ الكوثر، تشرب من ماء الكوثر. هذا معنى. قال: من حفظها الإمام الصادق كأنما حفظ جملة العلم، كل العلم، كل المعرفة. أما بس ظاهر القرآن يقول اللي يسوي لي ظاهر ما يفيد، لأن صار راح تصير عندك المعرفة حضور، والحضور معرفة، والحضور ميثاق، والحضور شهادة. إذا ما عندك شهادة حضور يعني بروحك صلة حقيقية، تصير مثل المنافقين. المنافقين ايش قالوا؟ يجون الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد أنك رسول الله، والله يشهد أنك رسوله. لكن يشهد شنو؟ أن المنافقين شنو؟
كان مو صدق يشهدون. يقول لا ما عندهم حضور بداخلهم ماكو. أنا أريد بداخلك حضور. الحضور يصنعه قل هو الله أحد، والظهور يصنعه في 6 أيام، في 6 أشهر، في 6 سنين. إذا أنت شنو تقول أشهد أنك حجة الله إذا ما عندك سورة القدر وما عندك قل هو الله أحد. فأرجع أرتب البحث. مهم صورة خشنة لكن ضروري هو